اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الطرق البسيطة والسهلة لتفريز اللحمة اللي ما بتاخد وقت وما بتعذب هاي الطريقة. يعني أنا بروح عند اللحام سواء بدي 3 كيلو أو 4 كيلو لحمة، بقول لهم يحط لي إياهم كل كيلو بكيس، بروح البيت بيكونوا كل وحدة مفرزة لحال. بينما في ناس كتير شو بيعملوا، بيقولوا للحام اعطيني 3 كيلو لحمة أو 4 كيلو بكيس واحد، بحطوا لهم إياها بيروحوا على البيت ببلشوا يفرزوا كل ربع نص كيلو لحال أو كل تلت كيلو لحال. لا، أنا هيك فرزتهم بكيس واحد، نفس الكيس اللي هن فيه، فردت السطح تبعهم، خليته ملمس واحد، سطح واحد، وبعدين قسمتهم بالنص، عملتهم نص كيلو، وبرجع بفردهم وبرجع بعملهم ارباع، وهن بنفس الكيس نفسه اللي اعطاني اياهم اللحام فيه. هيك ما عذبت حالي وما طلعت وما طلعتهم من كيسهم وتعذبت فيهم. وبنفس الوقت طريقة كتير سهلة. يعني انا فيني اطلع الكيس اخذ منه ربعه، ممكن اخذ نصه، ممكن اخذه كلياته، او اذا ممكن اطلع الكيس هيك اذا كان مفروض فردة كاملة وبدي اخذ منه ربعه، ما رح يتاخد معي الا اذا داب دوبك كاملة. اما اللي بينما هيك بطلع الكيس، بقصه بالمقص، باخد الربع وبغلف الباقي. هيك هاي الطريقة كتير كتير سهلة ومريحتني. وبالنسبة السفاين كمان شغلتها كتير كتير سهلة. أنا بقول له مثلا أعطيني 3 كيلو 4 كيلو، هدول 3 كيلو بيطلعوا معي 3 طبخات شرحات و3 طبخات مكعبات. زي ما انتم شايفين باخد السطح الفوقاني بعمله شرحة كونه فيه سماكة أكتر، والقسم التحتاني بقسمه لمكعبات وبحطه لطبخة ملوخية ناعمة أو أي طبخة، أو ممكن أحوسه حوس حسب ما بيكون جاي عبالي بتطلعوا. ممكن كلياتهم أطلعهم تطليعة واحدة يكونوا، لأنه هن طبخات كتير صغيرة هدول طلعوا معي، يعني ممكن ما يكفوني طبخة واحدة، بطلعهم كلياتهم وبعملهم طبخة واحدة هذيك الساعة بس. لبينما ممكن أحتاج ما يكون محتاجة كمية كبيرة، بطلع هالكيس هذا. اما اطلع كيس كبير واقعد ادوبه واخد منه قسم، ما رح يزبط. مجرد اللحمة تطلع من الفريزر معناته خلص لازم تنطبخ ولازم تتساوى، ما بصير ترجع الفريزر مرة تانية. هلا هون هاي طبخة الشرحات صارت جاهزة، زي ما قلت لكم كل طبخة فيها 3 شرحات. يعني هيك صاروا جاهزين معي، وفيكم تجيبوا كمية أكبر وتمونوها برمضان بنفس الطريقة. طريقة زي ما قلت لكم كتير مريحة، وعشان أميزهم أكتر صحيح أنا حطيتهم بأكياس صغيرة، ولكن بربطهم ممكن مو أنا اللي أحتاجهم، ممكن حتى تاني يحتاجهم، فأنا بدلهم إنه هاي المكعبات مربوطين ربط، وهيك بكون ريحت راسي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على اللايك.